السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أفضل الخلق وعلى آله وصحبه وسلم. النهاردة بقى جالكم فيديو جديد ويوم جديد في نهار رمضان كده. طبعا ما يحلاش رمضان من غير الرحالي الطري. زي ما انتم شايفين قلنا بقى نقوم نعمل كده شوية رحالي طري كده علشان يبقى الفطار حاجة جنبها سخنة كده. طبعا بقى لو انت لسه جديدة معايا في القناة ياريت فضلا وليس أمرا تعملوا اشتراك وتنوروني في قناتي، هكون سعيدة جدا بوجودكم معايا في القناة. واحب ارحب بكل اخواتي وحبايبي داخل مصر وخارج مصر على وجودهم معايا في القناة. ربنا يخليكم ليا ويديمكم نعمة في حياتي يا رب. يلا نسمي الله كده ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام ونشوف هنعمل ايه. اول حاجة انا جبت الدقيق كده وعندي بقى شوية لبن رايبين. طبعا الرحالي بيتعمل بلبن رايب. جبت بقى وحطيت على الدقيق معلقة سكر ورشة ملح، وحطيت اللبن الرايب ومعايا سمنة مسيحاها عشان نعمل بها الرحالي. زي ما انتم شايفين بلف بقى كده الدقيق كده في اللبن. طبعا لو احتاج دقيق احط، احتاج لبن احط برضو، بس انا حطيت كل اللبن اللي كان عندي، فيعني ايه ما عادش عندي لبن، هعمل بقى على قد الكمية اللي انا حطيتها دي. طبعا الحاجات الطرية ديت لازم اساسا عندنا كده في الارياف في رمضان، لازم كل يوم يبقى حاجة طرية كده. فيوم تعملي بقى كماج، يوم نعمل رحالي، يوم عيش كده مثلا لو هتشوي فراخ بنعمل عيش، عيش فرن. فلازم اساسي الحاجة الطرية على الفطار. فانا قلت النهاردة بقى بما ان بقى ايه خلصت كده اللي ورايا كده وقاعدة، قلت اقوم ايه بقى اعمل شوية كده ايه رحالي كده طريين للاولاد، حاجة طرية كده وتبقى برضو في السحور. طبعا بيبقى احسن من عيش ايه الفرن وكده. عاملاها في البيت ونضيف وزي ما انتم شايفين كده. سيحت كده كوباية سمنة اهيت على الكمية اللي عندي دي، وهحطها عليها وامسكها بقى اعجنها يعني ايه عجنة مظبوطة. وكل ما بتعجني فيها كده على القاسي بتنشطي المادة بتاعة الدقيق فيها زي ما انتم شايفين اهوت. همسك بقى اعجنها كده كويس لغاية ما تبقى كلها عجينة متماسكة زي ما انتم شايفين اهوت. اهم حاجة في الدقيق اللي هو العجن. شايفين بعد ما تعجن اهوت عجينك على القاس بقى بينشط مادة الجيلاتين اللي في الدقيق، فبيخليه كويس كده وحلو معاكي. واهم حاجة ان انت تريحي بقى العجين معاكي كل شوية، يعني كل ما هو طبعا ما بتحطش فيه خميرة ولا بيكنج باودر ولا حاجة. فما بتريحي العجينة معاكي بتبقى شكلها حلو كده زي ما انتم شايفين اهوت. وبيقب معاكي برضو من غير ما انت حاطة في خميرة، طول ما العجينة مرتاحة معاكي ومخبوزة كويس بتقب معاكي في الفرن. حتى من غير خمير يعني بيقب معاكي من غير خمير. زي ما انتم شايفين بقى جت قرصت اهوت. همسكه بقى اقرصهم كده واسيبهم جنب مني يرتاحوا شوية. بعد كده هنقوم بقى خبزينهم كده على على الفرن على طول. يعني انت متسيبوش مدة طويلة يخمر ولا حاجة. طبعا بقى كل قاعد جنب كده مستعد ان هو هيخبز معايا وكده زي ما انتم شايفين اهوت. بلف بقى كل الكور كده في الدقيق وبعد كده هرصهم جنب بعض كده وبغطيهم علشان وشهم ما ينشفش اما اجي اخبزهم، ومن جهة بتكون العجينة ارتاحت معاكي. وطبعا كل ما ترتاح تكون حلوة معاكي وتطلع معاكي من الفرن حلو. زي ما انتم شايفين بقى طلعنا كده قدام الفرن وخدنا بقى الطبلية والمكنة وحاجتنا كده وقعدنا قدام الفرن. بخبز بقى هاجر بتخبز عليا وانا بشد على المكنة وبحطه في الفرن كده زي ما انتم شايفين علشان نخلص بدري كل حاجة كده قبل الفطار اهوت.
طبعا انتوا بتخبزيه على دقيق، يعني بنحط تحت منه كده واحنا بنخبزه دقيق زي ما انتوا شايفين اهوت. يعني انا بدرج وبحطه في الفرن علشان يطلع معايا العيش حلو كده اهوت. طبعا هو مبيغيبش في الفرن وبيحب نار عالية علشان يطلع معاك على طول طري زي ما انتوا شايفين كده اهوت. لو وصلت معايا بقى لغاية دلوقتي كده ولسه ما حطيتش اللايك من ايديك الحلوين، يا ريت تحط لي اللايك كده. ولو لسه ما اشتركتيش يا ريت فضلا وليس امرا تعملي اشتراك وتنورني في قناتي، هكون سعيدة جدا بوجودكم معايا في القناة. بحب اشكر كل اللي دخل كده عندي القناة ونورني في قناتي. ربنا يخليكم ليا ويديمكم نعمة في حياتي يا رب، وما يحرمنيش منكم ابدا. زي ما انتم شايفين اهوت كده العيش طالع اهوت، ما بياخدش حاجة في الفرن. يعني بيتهيألي ان هو لو انت بتعملي هو اسهل من الكماك 100 مرة، يعني على طول في ثانية كده بتعمليه. او هو زيه زي الكماك برضو، بس طبعا ده طعم وده طعم برضو. فجربي بقى الطريقتين واللي تعجبك فيه بقى اعمليه. دي بقى طريقة عمل الرحالي بتاعنا في الأرياف، حاجة كده جميلة. عند المكنة بقى بتقوم واكلة العجين كده من الجنب. عايزين بقى نظبطها علشان ان شاء الله من هنا ورايح هنخبز مع بعض وهنعمل بقى عيش ناشف اللي هو بيتطرب مية كده، هنوريهولكم. بيبقى عيش كده برضو زي الرحالي بس ناشف وبقابب، بيتعجن بمية ودقيق وخميرة. فان شاء الله هنعمله مع بعض قريب، لا في رمضان لا بعد رمضان. يعني بنكون جاهزين كده ان شاء الله نعمله مع بعض في القناة. تحطي بقى في المكنة وبتظبطي المكنة بتاعتك على 5 على 4، تبع حسب المكنة عندك. في مكن 5 ممكن يكون تخين يطلع العيش معاك تخين، وفي مكن تكون لا فيه هداية رفيعة. فطبعا انتي بتعملي على حسب المكنة اللي عندك. فانتي جربيها الاول كده على رغيف وشوفها ظبطيها كده، ظبطي الدرجة بتاعتها، وبعد كده تبقى ثابتة معاكي هتخبزي معاها الكمية كلها زي ما انتوا شايفين. دي كده انا كنت خبزاه كده حاطه كل 3 فوق بعض كده وخبزاهم. قلت عشان هاجر ما اكسرش عليها ولا حاجه. بس بسم الله ما شاء الله خلصنا انا وهي سوا اهوت زي ما انتم شايفين. وده يبقى النهارده الفيديو بتاعنا معاكم، طريقه عمل الرحالي. يا رب يكون الفيديو عجبكم كده وخفيف على قلوبكم، واستنونا في فيديوهات تانية كتير، واشوفكم فيديو جديد احلى واحلى. مع السلامه.